أنا بنت عايشة في بيت عمي لأن والدي مغترب ووالدتي متوفية ووحيدة ومليش اخوات. أولاد عمي طيبين وزوجة عمي كمان، وباباهم برضو مغترب زي بابا. بس اللي بلاحظه إن واحد من أولاد عمي وهو الكبير متحكم فيا لدرجة تخنق وأكتر حتى من اخواته. من ساعة ما جيت البيت وعندي إحساس إنه متضايق من وجودي وعايز يطفشني من البيت بأي طريقة، ولأني بابا موصيني إن أفضل معاهم وما أروحش عند حد من قرايبي غير بيت عمي ده فقط، فمش بقدر أجادله ولا أرفض كلامه. بس تحكماته في لبسي وخروجي وحتى أكلي حتى النوم بالميعاد. أنا ملاحظة كل ده وساكتة، ولما بتخنق قوي بقفل عليا باب اوضتي وافضل اعيط واشكي ربنا. افتكر مرة كنا خارجين انا واخواته رايحين فرح واحدة صاحبتهم، لقيته وقف وقال لي: انت رايحة فين؟